خلطة فيها حبوب الكتان مع سمسم معا. وهذه وصفة جديدة اليوم، وصفة جديدة وعجيبة كذلك، عجيبة. فيها أقرقاع استمازيغت، هذا الجوز أقرقاع لينوا ناتس، القرقاع هذا أقرقاع، فيها الجوز، هذا الجوز والخروب، والثالث الزبيب. سيقول الناس ولماذا؟ لأن ألياف الخروب، فيه الفيتوستيرول، وفيه ألياف تخفض الكوليسترول، ويعني جودة الألياف الموجودة في الخروب تلين حتى القولون، جيدة الخروب. ثم هذا الزبيب فيه الريزفيراترول موجودة في العنب، هذه المضادات الأكسدة، وفيه المغنيسيوم. لما يكون المغنيسيوم بكمية جيدة الكوليسترول ينخفض. الأملاح كذلك مهمة للكوليسترول. ثم ألياف العنب يعني ألياف كذلك جيدة. لماذا؟ لأن فيه البيكتات، والبيكتين ليست هي السيلولوزيس، لا علاقة، ولا النشا ستارش. ثم الجوز فيه حمض الأوميغا 3، وفيه الفيتوستيرولات كذلك، فيه حمض الأوميغا 3، وفيه فيتوستيرولات، وفيه مغنيسيوم، وفيه قليل من النحاس في الأملاح كلها. والقرقاع هذا الجوز فيه الأملاح كلها. وفي نفس الوقت فيه طاقة، وفيه طاقة من الدهون، يعني طاقة نظيفة، ودهون نبيلة، يعني دهون جيدة. دهون الجوز واللوز دهون جيدة. فقط يعني أن الأشخاص يأخذوا هذا الجوز، يعملوا كميات متساوية، لما لا، 100 جرام من كل شيء، من كل واحد، يعني كلها تطحن بطحانة، ثم يتناول منها الشخص ملعقة كبيرة في الصباح.